بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما رحاب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أفضل من العيد، آمين يا رب العالمين. طبعا وحشتوني من الفيديو اللي فات. لو حضرتك قديمة معايا في القناة يسعدني إن حضرتك معايا دايما، ولو حضرتك جديدة في القناة يسعدني إن حضرتك انضميتي لعيلتنا الصغيرة. إن شاء الله فيديو النهاردة اقتصادي جدا، بدون لبن، بدون زبادي، بدون بيض. هيعجبك جدا. هيكون شوفي حضرتك تبارك الرحمن السندوتش بتاعنا ناجح وهش وجميل ازاي. وكمان الفيديو بتاعنا بدون زبدة وبدون سمنة، مكونات اقتصادية جدا موجودة كلها في البيت ان شاء الله. طريقة عمل سهلة جدا، اتبع كل الخطوات اللي انا قايلها جوه الفيديو، هيطلع معاكي هش جدا وناجح جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة من حضراتكم تنفعني في الدنيا وفي الاخرة. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا ان شاء الله دلوقتي 4 معالق كبار من السكر، ومعايا دلوقتي كمان ادي كوباية من الماء الدافي، مية ما تكونش مغلية، المية المغلية بتموت الخميرة. وادي كمان كوباية من الماء الدافي، يبقى معانا كوبايتين 2 من الماء الدافي حطيناهم فوق الخميرة بتاعتنا. طبعا بنقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، وهنحط على السكر والمية الدافية معلقتين كبار من الخميرة الحبيبات او كيسين من الخميرة. حبيبة قلبي، بعد ما حطينا المية والخميرة والسكر حطي نص كوباية من الزيت و3 معالق من الخل. هو انا حطيتهم لكن المقطع ده اتحذف، انا اسفة انه ما ظهرش. فحضرتك ما تنسيش تحطي زي ما قلنا على خليط المية والسكر والخميرة، تحطي نص كوباية من الزيت و3 معالق من الخل. لو ما حطيتهمش طبعا الوصفة هتبوظ ومش هتبقى مظبوطة. ونكمل مع بعض. ده الدقيق بتاعنا بنخله 3 مرات. ليه بنخله حبايب قلبي 3 مرات؟ علشان النخل ده بيخلي الهواء يتخلل حبيبات الدقيق، ويكون السندوتش بتاعي بعد كده هش وطري وناجح. زي ما حضراتكم شايفين التكتلات اللي موجودة في الدقيق دي لازم اتخلص منها كده بصباعي اهوت. انا ضلمت الاضاءة علشان تشوفوا التكتلات كويس في الدقيق، مع ان انا مستخدمة دقيق كويس جدا. هوريه لحضراتكم دلوقتي اهوت. هو مكتوب عليه دقيق فاخر 72%، ولجميع الاغراض طبعا، ومرسوم عليه تورته زي ما حضراتكم شايفين اهو. لكن لازم انخله برضو 3 مرات، وكمان حايز على الايزو 9001. دلوقتي حبايب قلبي الخميره معايا ناجحه جدا تبارك الرحمن. انا سبتها ربع ساعه وبرضو ضلمت لكم المقطع علشان تبان اهوت. الخميره مع الميه مع نص كوبايه الزيت مع 3 معالق الخل. بجيب بولة كبيرة وبنزل بيه معلقة كبيرة من الملح، معلقة من بتاعة الرز اللي بناكل بيها الرز، وبقلب كويس جدا الملح مع الدقيق. وكمان بنزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبقلبه كويس جدا مع الدقيق والملح علشان خاطر كل الخليط بتاعي يعني يتجانس مع بعضه، وكل حبيبات الدقيق والبيكنج باودر والملح تتداخل مع بعضها، علشان ما يكونش اثناء ما ادخلهم الفرن بعد العجن يكون في حته منهم ما فيهاش بيكنج باودر. شوفوا حبايبي تبارك الرحمن الخميره بتاعتي ناجحه جدا وممتازه. بنزل بالخميره بتاعتي على مرحلتين. الاول ببدا طبعا في العجن كده بالمعلقه، طبعا انا لابسه الجوانت زي ما حضراتكم شايفين. ونزلت بالجزء الثاني كمان اهوت من الخميره، وهشوف انا هحتاج ميه ولا لا. بقلب يا ست الكل اهوت الاول بالمعلقه، وبعد كده ببدا بمرحله العجن بايدي اهوت. بعجن كويس جدا 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 علشان كل المكونات تتداخل مع بعضها،
وتديني نتيجة ناجحة ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا العجينة هتحتاج معايا لقليل من المية. دلوقتي هوري لحضراتكم العجينة. انا عملت نص العجينة هو تتعجن بقى جميل جدا. احتاجت بعد كده ربع كوباية من المية بس، ما استخدمتش كل الكوباية اللي انا وريتها لحضراتكم. حبايب قلبي دلوقتي طبعا ايدي ملزقة من العجين. بسيب العجين 10 دقايق وبغسل ايدي من العجين وبنشفها كويس، وبرجع بعد ال10 دقايق اعجن تاني. طبعا بيكون البخار اللي في العجينة طلع خالص، وبعجن وبتبقى جميلة جدا وزي الزبدة، وما احتاجتش خالص والله ابدا لمية تاني او دقيق تاني خالص. يبقى انا الكوبايه اللي انا وريتها لحضراتكم من الميه بعد كده انا استخدمت منها ربع كوبايه من الميه بس. لكن حضرتك تقدري تستخدمي ميه زياده لو الدقيق بتاع حضرتك مش نفس النوعيه اللي انا مستخدماها، او الدقيق بتاع حضرتك بيحتاج ميه، فهتزودي على قد العجين ما هو عاوز ميه، على قد دقيق يعني ما هو عايز ميه. ببدا اجيب دلوقتي دهنه بسيطه جدا. طبعا عجنت كويس جدا مده ربع ساعه بعجن فيها، وقلعت القفازات اللي كانت في ايدي او جوانتي. دهنت ايدي والعجينه والطبق البلاستيك بدهنه بسيطه خالص من الزيت، وبغطي ب3 حاجات زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، علشان خاطر احنا دلوقتي في جو ساقعه، وهتركها حوالي قعدت معايا ساعه لحد ما خمرت، لان الجو كان ساقع جدا. حضرتك ممكن تحطي العجين في الفرن او في مكان دافي يخمر معاكي بسرعه. هو خد معايا ساعه. دول دلوقتي انا استخدمت معلقتين من النشا، وعليهم 3 معالق من الميه، وهجهزهم كده وهركنهم على جنب. بس انا افضل ان حضرتك تستخدمي معلقتين من الدقيق وعليهم 3 معالق من الميه، لان النشا ما كانش ناجح معايا قوي، وبصراحه ما كانش عندي دقيق خالص. فحضرتك استخدمي معلقتين من الدقيق بدل النشا، وعليهم 3 معالق ميه، وقلبيهم بالشكل ده. وهنشوف بعد كده هنستخدمهم في ايه، وباي كيس نضيف او كيس حلواني. وغطيت البوله بتاعتي وزقتها على جنب. معايا دلوقتي حبايب قلبي صفرتين من صفار البيض، صفرتين بدون بياض، وعليهم معلقتين من الميه، ومعلقتين كبار من معالق الخل. معلقتين كبار من الخل، يبقى معلقتين ميه ومعلقتين خل وصفار البيضتين، وبضربهم كويس جدا برضو. وهنشوف هنستخدم الخليط ده بعد كده في ايه. وهغطيهم برضو اهو يا حبايبي. الخليط بقى سائل جدا، هغطيه برضو بكيس وهركنه على جنب. حبيبه قلبي ست الكل، انا عندي ان شاء الله جبنه ميكس فيها لانشون وفيها جبنه موتزاريلا وفيها جبنه شيدر. دي ان شاء الله الحشو السندوتشات. ممكن حضرتك تستخدمي جبنه مثلثات، جبنه ساده، جبنه بيضه قريش، تستخدمي حشو سكر، اي نوع حشو حضرتك بتحبيه. انا ضربت طبعا الميكس دوت في الكبه علشان يسهل عليها ان شاء الله حشو السندوتشات بتاعتي باذن الله. طبعا انا غطيت البيض وركنته على جنب. وطبعا اشوف العجين بتاعي لقيته تبارك الرحمن ممتاز ممتاز، خمرت خالص اهيت بعد ساعه، جميله جدا تبارك الله، وبقت ممتازه وتضاعف حجمها. ما تنسونيش بدعوه حلوه تنفعني يوم القيامه. كمان حبايب قلبي دهنت الصينيه بتاعتي وايدي بالقلبزات اللي انا لابساها او الجوانتي بدهنه بسيطه جدا من الزيت، وبدات اكورها. اقطعي حضرتك العجينه زي ما حضرتك عاوزه، يعني الحجم ده بتاع حضرتك. انا عملته زي حجم البيضه الكبيره كده. شوفوا طريقه التكوير بقى هتبقى ازاي. بحط العجينه في كلوه ايدي مش على الصوابع، هوريها لكم اهي. بحطها جوه الايد نفسها في بطن ايدي، وبدورها على المشمع بتاع السيليكون او على الرخامه بتاعه المطبخ بتاعه حضرتك كده، هتديكي العجينه مظبوطه ومدوره زي قطعه البقلاوه الجميله زي حضراتكم كده. طبعا بغطي كل الكميه اللي بعملها اول باول علشان الوش ما يقشفش مني او ينشف ويغلبني بعد كده. بتركها كمان ربع ساعه. الورد ده لحضراتكم طبعا اقبلوه مني. طبعا تضاعفت الكميه اهي تبارك الرحمن. بجيب بقى معايا كوبايه اهيت وكيس حلواني، وهفضي في قلبه الجبنه بتاعتي. طبعا عشان كده انا ضربتها في الكبه، ضربت الجبنه في الكبه علشان خاطر لما احطها في كيس الحلواني ما يقفش اللانشون او الجبنه الموتزاريلا القطع في البوز بتاع كيس الحلواني ويغلبني وانا بحشي السندوتشات.
ان شاء الله باذن الله تتشجعوا وتقوموا تعملوا الطريقه دي لاطفالكم وحبايبكم، وانتوا اشطر مني باذن الله. سهله جدا وفي منتهى السهوله، وتكون هشه وناجحه جدا. بجيب العجينه بتاعتي، ولو حضرتك عندك النشابه او المردانه بتفردي بيها العجينه بتاعتك بعد ما خمرت. انا بقى ما كانش متوفر عندي النشابه او المردانه، بجيب الكيس اهوت بتاع الحلواني وبقطع بوز صغنن جدا جدا، وببدا ان انا انزل الجبنه بتاعتي جوه العجينه علشان احشي السندوتش. حط الكميه اللي حضرتك عاوزاها، وببدا الفها بالطريقه دي. بصي يا حبيبه قلبي ست الكل، بتقفلي من الناحيتين كده زي السندوتش الفينو، وبتقفلي من الوسط، وكمان بتقرطي عليها كويس علشان ما تطلعش منها الجبنه وهي داخل الفرن. طبعا احنا من شويه دهنا الصينيه بدهنه بسيطه خالص من الزيت علشان ما تلزقش مننا العجينه وهي في الفرن. بصي يا ست الكل، دي كمان واحده هبه اوريها لك. طبعا لما باجي احط العجينه اللي انا حشيتها دي وقفلتها زي سندوتش العيش الفينو، بحطها في الصينيه، بحط السندوتش ده في الصينيه على القفله، يعني على الحته اللي انا لزقتها في بعضها كده، العجينه اللي انا قفلتها في بعضها بتبقى هي اللي تحت علشان العجين ما يفتحش مني وهو في الفرن. زي ما انت شايفه كده، هو بقرط عليها كويس، واللي فوق ده الحز اللي فوق ده هو اللي بيبقى في الصينيه من تحت اهو. شوفي انا بوريها لك اهو، الحز ده بيبقى في الصينيه من تحت، واظبطه كده وبغطي اول باول. بالنسبه حبيبه قلبي للتسويه، حطيها في فرن ان شاء الله. انا ولعت الفرن قبلها بحوالي ربع ساعه على درجه حراره 160 درجه. لما عملت اختبار في السندوتشات دي على 180 انحرق مني الصاج والله. فحضراتكم حسب ما انتوا عارفين الصاج بيتحرق على كام، ما تحطوهوش في اللي بيتحرق عليه. على درجه الحرق دي الكميه اللي طلعت معايا، وحطيته طبعا تاني يخمر مده ربع ساعه او تلت ساعه. تبارك الرحمن. التسويه على درجه حراره 160 لان الفرن بتاعي على 180 بيحرق المخبوزات. بجيب بقى البيض بتاعي اهو زي ما حضراتكم شفتوا، وبدهن الوش كويس جدا بصفار البيض اللي عليه معلقتين ميه و3 معالق من الخل. وكمان بجيب كيس تاني حلواني رقم 3، ده كيس رقم 3، وفضيت فيه الدقيق بتاعي بالميه. انا زي ما قلت لكم هنا كنت مستخدمه نشا علشان كده غلبني وما كانش واضح معايا في السندوتشات. وببدا اعمله كده زي خطوط جنب بعضه، خطوط متباعده كده. طبعا لو الدقيق هيبقى متماسك مع حضرتك فحضرتك استخدمي الدقيق، ما تستخدميش النشا اللي انا استخدمته دوت. حبيت ان انا احط شويه كمان من حبه البركه على الوش علشان تدي منظر جميل. ممكن حضرتك تحطي سمسم. تبارك الرحمن. خدت معايا حوالي نص ساعه او تلت ساعه، حضرتك حسب. شوفي تبارك الرحمن العيش عامل زي القطن ازاي. طبعا من تحت بقى بالسكينه كده بالراحه انت بتغطي طبعا الصاج اول ما يطلع من الفرن، بتغطيه بكيس بلاستيك او استرتش راب وبفوطه من فوط المطبخ. شوف حضرتك تبارك الرحمن العجينه هشه جدا ازاي. تبارك الرحمن. اسفنجه في ايدي، اسفنجه. تبارك الرحمن. دعوه حلوه بقى لماما رحاب تنفعني في دنيتي واخرتي ان شاء الله وبعد ما ماتي. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وقراءة القرآن يوميا ولو آية واحدة، والعمل بما جاء في هذه الآية قدر المستطاع. تبارك الرحمن. حبايب قلبي كان جميل جدا. شكلي بقى زي ما انا حبيت اعمل ديت زي قيزرايه كده، زي ما قلنا بيطلع من الفرن لازم اغطيه بكيس وفوطة مطبخ علشان البخار يخلي السندوتشات بتاعتي طرية وهشة وما تنشفش معايا. اقسم لكم بالله كانت رائعة رائعة. شوفي حبيبتي تبارك الرحمن، شوفي العينين دول، دي دليل على نجاح العجينة بتاعتي. هشة جميلة جدا ومفرغة من جوه، مش مكتومة مش معجنة. كانت احلى معجنات عملتها قسما بالله. جميلة. هتقومي وهتعمليها ان شاء الله، وهتدعي لماما رحاب على الوصفة الجميلة دي. اعتمديها على طول. ممكن تعمليها، ممكن اعمل منها قرص طرية جميلة.